ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل اسهل فطور ممكن تعمليه، ولا هتتعبي منه ولا ياخد منك مجهود، وممكن تبدأي فيه قبل المغرب بنص ساعة بالظبط، نص ساعة وتلاقي فطارك كله خالص. نعمل شوية رز بسمتي بالشاورما تحفة، كله في حلة واحدة. نعمل سمبوسة. السمبوسة اللي انا كنت شايلاها معاكم من الفيديو التاني، قلت لكم ان انا بص بقطعها، اللي هو التقطيع العشوائي، قطع كده هوت عشوائية عادية خالص. مش كلها قد بعض ولا اي حاجة. والفيديو التاني كنت مورياكم السمبوسة، عملت نصها وقلت لكم النص التاني هكمل بيه اكل تاني. بشيليه ازاي؟ بشيله في الفريزر، بحطه في اكياس او في اطباق، في اي حاجة او في اي علبة يعني مقفولة. احطه في الفريزر ان شاء الله يا رب يقعد معايا 3 4 شهور ولا يحصل له اي حاجة خالص. وبعد كده بطلعه مع نفسه كده قبلها بساعة، وبعد كده بقلي، فبيبقى سهل قوي. دلوقتي انا عملت ايه؟ عايزه اقول لكم، على قد ما هي سهله وما فيهاش مواعين كتير الفطار وما بياخدش وقت خالص، وتعمليه قبلها بنص ساعه، على قد كمان ان هو رخيص جدا ومش غالي، وما بياخدش اي حاجه. انا وريتك ان انا مقطعه، ده كان نص كيلو بانيه، نص كيلو بانيه مقطعه كله قطع، خدت نصه وهشيل نصه في كيس في الفريزر لمرة تانية. يعني لما احب اعمل رز بسمتي تاني هطلعه لوجبة تانية. هتقولي ده يبقى قليل، والله ابدا ما قليل خالص، هو ربع كيلو بانيه على نص كيلو رز بسمتي، بيبقى حلو بكتير، وبالعكس بيبقى حلو قوي. ان انا عملت ايه؟ حطيت انا تبلته كله، نص كيلو بانيه قطعته وتبلته بالبصل وملح وفلفل اسود بس. وبعد كده بعد ما دلكته كده وتبلته، خدت نصه حطيته في كيس احطه في الفريزر للمره الجايه، والنص اللي انا حطيته قدامكم دلوقتي، وحطيت عليه شويه كركم، وحطيت عليه واحده مجايه، وحطيت رشه قرفة. القرفة دي بتفرق جدا وبيخلي طعمه حلو. وحطيت كام ورقة شوربة. وبعد كده هنزل عليه بالرز اللي هو البسمتي، واقعدي بقى شوحي. اهم حاجة عامة في رز البسمتي او الرز المصري ان انت تشوحي، كل ما بتشوحيه كل ما بتيجي نتيجة احسن، وبيبقى مفلفل وما بيبقاش معجن. وحطيت اهو الملح، وكله بقى ايه، تقليب تقليب، كله متشوح على بعض. وبعد كده النص كيلو رز بسمتي معروف بيبقى 3 كوبايات، بيتحط عليهم 3 كوبايات، يعني 3 كوبايات الرز بسمتي بيتحط عليهم 6 كوبايات، يعني الكوباية قصادها كوبايتين. حطيت 6 كوبايات في الكتل وغليتهم. اهم حاجه ان الرز البسمتي عايز ميه سخنه مغليه. وبعد ما غليتهم دلقتهم على الايه، دلقتهم على الرز. بوريكم بقى ايه، واسيبه بقى زي بعمله بقى معامله الرز العاديه خالص، اسيبه ياخد غلوتين كده ويبدا يتشرب، وبعد كده بحط له الشياطه واقوم موطيه عليه ويستوي. بيبقى طعمه تحفه وجميل. عايزه تحطي عليه كاتشب حطي عليه، بتحبي تاكليه كده كليه اللي انت حابه. بوريكم انا ليه حاطه السمبوسه واحده في كيس، واحده في طبق، اني حاطه اللي في في الطبق حاطه فيها لحمه مفرومه، والتانية حاطه فيها جبنه، زي ما كنت حاشيه معاكم وكنت موريولكم. والبطاطس اهي اللي انا بقى قاعده اكتر من 5 ايام مقطعه ومتقطعه في ميه وفي التلاجة. تحطيها بقى بالاسبوع، 5 ايام، 3 ايام اللي انت حابه. والسلطه نفس النظام، بوريكم السلطه اللي انا كنت مقطعاها معاكم بقى قاعده جاي عاملاها من قبل رمضان، يعني من قبل رمضان بيوم وانا عامله السلطه ديت. واخد حبه بحبه. بصوا البانيه اهو اللي انا مقطعاه، قلت لكم هحطه في الفريزر، ده هعمل بيه رز المره الجايه. ما انت عايزه دلوقتي تعملي مثلا ايه، تخزني حدك عندك حاجات في الفريزر، والدنيا مش مسامحه معاكي ان انت تخزني حاجات. ده اللي كنت بكلم معاكم في الفيديو التاني اللي فيه، بس كان الفيديو قصير معرفتش اكمل لكم. انت دلوقتي عايزه نفسك تخزني حاجات ومش عارفه تخزني، تعملي ايه؟ انا مثلا جايبه دلوقتي نص كيلو بانيه، انا هحط ربع كيلو بانيه نص الربع بتاعه في الرز البسمتي. ده بياكل قد ايه؟ بياكل 5 افراد، احنا 5 افراد، ده ياكل 5 افراد الحله ديت. وعلى فكره هو بيزيد. بص الاكل تحفه. وبرضه هكمل معاكم في فيديو تاني، ولو وصلت لحد هنا هقول لك بالله عليكي لا تعملي لي متابعه وتعملي لي لايك.